في زمن قديم كانت هناك طائفة من اليهود تسكن قرية مطلة على شاطئ البحر، وقد أنعم الله تعالى عليهم بسعة الرزق وكثرة الصيد، ثم إن الله تعالى ابتلاهم فحرم عليهم العمل في يوم السبت، وجعله يوما للتفرغ لعبادته وطاعته. وكان من حكمة الله تعالى في ابتلائهم أن جعل الأسماك تأتيهم يوم سبتهم شرعا، أي ظاهرة على سطح الماء قريبة من الشاطئ، وكأنها تدعوهم إليها لصيدها، بينما تغيب عنهم في سائر الأيام فيكون الصيد صعبا عليهم. فكان ذلك اختبارا عظيما، أيصبرون على أمر الله أم يتبعون أهواءهم؟ فضاقت نفوس فريق منهم، واستحكمت فيهم شهوة الدنيا، فاحتالوا على شرع الله، وسولت لهم أنفسهم سوء العمل، فكانوا ينصبون الشباك ويمهدون المصائد يوم الجمعة، فإذا جاء يوم السبت دخلت الأسماك فيها، ثم يأتون صباح الأحد فيأخذون صيدهم ويدعون أنهم لم يعتدوا في يوم السبت، وهم في الحقيقة قد خانوا أمر الله وتجاوزوا حدوده. وفي مقابل هؤلاء قامت طائفة صالحة منهم تؤدي واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فأنكروا عليهم صنيعهم وحذروهم من غضب الله وسوء عاقبته. وظهرت فرقة أخرى قعدت عن النصح، وقالت للناصحين: لم تعظون قوما قد حق عليهم العذاب؟ فأجابهم الناصحون بكلمة خالدة: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما أصر العصاة على بغيهم نجى الله تعالى الذين نهوا عن السوء، وأنزل عقابه الشديد على الذين اعتدوا، فقال لهم: كونوا قردة خاسئين. فكانوا عبرة باقية وآية ظاهرة لكل من يتجاوز حدود الله ويحتال على شرعه. في القصة دليل واضح على أن طاعة الله تبارك وتعالى تحتاج إلى صبر، وأن الابتلاء قد يكون في شيء يحبه الإنسان، هل يقدم رضا ربه أم يتبع هواه؟ كما تعلمنا القصة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب للنجاة، وأن السكوت عن الباطل خطر عظيم. وتبقى قصة أصحاب السبت رسالة خالدة لكل زمان تنادي في الناس أن اتقوا الله واصدقوا في طاعته ولا تتحايلوا على شرعه، فإن من صدق مع الله نجا، ومن خادع فقد عرض نفسه